إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حياكم الله وبيعكم وسدد على الهدى خطايا وخطاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقيني وإياكم مصارع السوء. أما بعد، قال الله جل وعز شانه وتقدست أسماؤه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا رمضان والصيام كانت تعرفه الأمم، وقيل فرض من بعد نوح عليه السلام، فلما نجى الله جل وعز شانه نوح أمره بالصيام. والصيام في اللغة هو الامتناع. قالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فمعناه الامتناع. لكن ليس هنا العبرة في الصيام ليس أن تمتنع عن الطعام والشراب. انظر لسياق الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب تأتي على وجه الإلزام مع التلطف، عبارة مع وجه الإلزام مع التلطف في الإلزام، ولم يقل الله جل وعز فرض وألزم، بل قال كتب، وهذا فيه وجه إلزام مع تلطف في العبارة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال أهل العلم رحمهم الله: وهذا دليل على أن الأمم التي جاءت من قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانت تعهد الصيام وتعرف ما هو الصيام. كل هذه الآيات التي ذكرتها ليست العلة هنا. قال تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا يجب أن نقف. لعلكم تتقون. قال أهل العلم رحمهم الله: الصيام يعين على التقوى، لأن أصل العبادات كما قال الشوكاني رحمه الله تقودك لتقوى الله العلي العظيم. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية مجمل العبادة، ومجمل العبادة يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها الصيام والقيام والصلاة والزكاة والحج، وكل عبادة محمودة. والعبادة كل ما يحبه الله جل وعز شانه من أقوال وأفعال، أليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هنا جاء بسياق الناس ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، لأن أهل اللغة رحمهم الله وخصوصا من علماء التفسير قالوا أن الناس غالبا في القرآن تأتي على سبيل الذم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فتأتي لفظ الناس غالبا في القرآن على سبيل الذم. فالله جل وعز شانه وتقدست أسماؤه قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم قال: والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا يعطيك منطوق الآية أن جل العبادات تقودك لتقوى الله جل وعز شانه. ومن العبادات الصيام، فخرج الصيام من هذه الآية للآية التي فرض فيها الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال أهل العلم رحمه الله: لا يعينك على التقوى بعد الصلاة إلا الصيام. ما دليل هذا؟ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام. فدل على أن الصيام يعينك على التقوى وكبح النفس والشهوات. لهذا ختم الله جل وعز شانه وتقدست أسماؤه بقوله: لعلكم تتقون، أي أن الصيام يجعل المؤمن تقي ويعينه للتقوى ويعلمه ما هي التقوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقين وإياكم مصارع السوء، إنه مولى ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.